لو بتعاني من ألم المفاصل في شوية حاجات ممكن تعمليها علشان تخففي الألم وتبعدي عنه، وهقولك على شوية نصايح بسيطة. أول حاجة هي الرياضة، وتكون خفيفة، مش لازم تجري في الجيم. ممكن تبدأي بالمشي أو تمارين الإطالة. الحركة بتساعد المفاصل إنها تشتغل بشكل كويس وتقوي العضلات اللي حواليها. الوزن المناسب، كل ما وزنك زاد الضغط على المفاصل بيزيد، خصوصا في الركب والظهر. خلي بالك من وزنك وحاولي تبقى في وزن صح. إنك تاكلي أكل صحي، لازم تهتم بالكالسيوم وفيتامين د زي الألبان والأسماك عشان العظام تبقى قوية. كمان الأكل اللي مليان فيتامينات والمضادات الأكسدة زي الفواكه والخضار هيساعدوا على تقليل الالتهابات. الراحة، خلي عندك وقت ترتاحي فيه لو المفاصل بتوجعك. لما الجسم بياخد راحته المفاصل بتستريح معاه. كمادات دافية أو باردة، لو في ورم أو ألم شديد الكمادات الباردة هتساعد في تخفيفه. أما الكمادات الدافية فممتازة للاسترخاء. كمان ممكن تستخدم مكملات غذائية، في مكملات بتساعد المفاصل، لكن قبل ما تاخدي أي حاجة استشاري طبيبك عشان يحدد لك الأفضل. حافظي على وضع جسمك صح، خلي بالك من طريقة جلوسك ووقوفك، خلي ظهرك دايما مستوي، وتجنبي الحركات المفاجئة اللي بتضغط على المفاصل. ممكن نلجأ للعلاج الطبيعي لو الألم مش بيخف، ممكن نروح لمعالج طبيعي عشان يساعدك في تمارين مخصصة تخفف الألم وتحسن الحركة. وممكن كمان نستشير طبيب العظام لو الألم مستمر أو مش هادي. الأفضل طبعا نروح للطبيب علشان يشخص الحالة ويعطيكي العلاج المناسب. المهم إنك تبدأي من دلوقتي تحافظي على مفاصلك علشان تقدر تتحركي براحة وتعيشي حياتك بدون ألم. ربنا يحفظكم ويسعدكم.